السلام عليكم ورحمة الله. نعرض لكم اليوم 10 أشياء لم تكن تعرف استخدامها. هناك 3 أسباب لوجود هذه الدائرة لا أحد يعلم أيها صحيح. الأول هو أنها من أجل تعليقه على الشماعة، ولكن هنا سيتعرض القميص للتجعد السريع. الثاني هو من أجل تنسيقه وضبطه بسهولة عند القيام بكيه. أما الثالث فهو رومانسي بعض الشيء، حيث قديما عندما يبدأ الشاب بالزواج من فتاة يقوم بقص هذا الجزء وإعطائه لها، مما يعني أنهما مرتبطان. 2. الاسطوانة على كابل الكهرباء الخاص باللابتوب. في الواقع هذه الاسطوانة لها وظيفة هامة جدا، حيث تقوم بمنع الضوضاء الناشئة عن الكهرباء ذات التردد العالي في الكابل. تصميمها بسيط، فهي عبارة عن اسطوانة من مادة الفريت. 3. الثقب الصغير في نافذة الطائرة. نافذة الطائرة مصنوعة من طبقتين من البيريبكس، وهو نوع من الزجاج البلاستيكي، ومن دون هذا الثقب الصغير سوف تنكسر النافذة الداخلية نتيجة لفرق الضغط بين داخل وخارج الطائرة، حيث يسمح هذا الثقب بخروج الهواء من الداخل للخارج. الجزء الأزرق في الممحى. الكثير منا يعتقد أن هذا الجزء الوردي في الممحى هو للقلم الرصاص، والجزء الأزرق من أجل القلم الحبر، ولكن في الحقيقة أنه عندما يتم إزالة الكتابة بقلم الرصاص بالجزء الوردي يترك بعض الآثار، وهنا يأتي دور الجزء الأزرق حيث يزيل هذه الآثار. ولكن عندما لاحظ منتجي الممحاة عدم فهم الناس لحقيقة وظيفة الجزء الأزرق، بدأوا يدعون أنه من أجل مسح القلم الحبر. 5. الثقبين الإضافيين في الحذاء الرياضي. البعض يعتقد أنهما من أجل التزيين، ولكن الواقع أنه عندما تقوم بربط الرباط فيهم فكأنك تقوم بتثبيت الحذاء جيدا حول الكاحل. 6. الثقب في ملعقة الاسباجيتي. البعض يعتقد أنه من أجل تصفية الماء، ولكن في الواقع أنه من أجل حساب كمية المعكرونة التي تخرج بالملعقة لمرة واحدة، حيث أن كمية المعكرونة تتناسب مع الثقب، هو فقط ما يجب إخراجه في المرة الواحدة. 7. الجيب الصغير داخل الجيب الكبير في بنطال الجينز. أول جيب صغير وضع كان على جينز ماركة ليفايس عام 1873، حيث كان في ذلك الوقت الناس يستخدمون ساعات الجيب وكانوا يضعونها في هذا الجيب الصغير. 8. قطعة القماش الصغيرة التي تأتي مع الملابس الجديدة. البعض يعتقد أنها من أجل حياكتها في الملابس إذا ما انقطعت، ولكن الحقيقة أنها من أجل أن تقوم بغسلها أولا لترى تأثير المنظف والغسل عليها، مما قد يقي ملابسك من تعرضها للانكماش أو التجعد عند غسلها. 9. الثقب الموجود في قمة غطاء قلم الحبر. هذا الثقب فائدته أنه إذا قمت بابتلاعه بالخطأ أو ابتلعه طفل صغير بالخطأ وعلق بالقصبة الهوائية، فإن الأغشية المخاطية ستبدأ بالتضخم، فهذا الثقب يمنع الغطاء من أن يتم امتصاصه داخل الغشاء. 10. الزر على جيب الجينز. في الواقع هو ليس زرا، ولكنه كالمسمار من أجل تثبيت الجيب بشكل جيد فلا ينزع من مكانه. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.